قد واحد يسأل سؤال يقول شيخنا إذا أنا صليت صلاة الليل وهديتها للوالدين أو الموتى، إذا أنا زرت الحسين وهديت الزيارة والركعتين، زين أنا شو أحصل؟ هسه هذا لا بأس، خوش سؤال. أنا شو أحصل؟ جاي مثلا من بلد بعيد، طالع منا من بيت بكربلاء بهالحر والتعب، ووصلت وتفتيش واصعد وانزل، تاليها اللهم اهدي ثواب الزيارة والركعتين إلى فلان، أنا ايش حصلت؟ خوش سؤال. شوي التفت للجواب. الجواب إخواني، أعمال الخير يعني أعمال الصالحة مو مثل الأموال. الأموال إذا بجيبي أنا 1,000,000 دينار وقمت أوزع، هذا لفلان هذا لفلان، هاك فلانة هاك فلانة، يخلص 1,000,000 يخلص، صح ولا لا؟ بعدين أقول ها والله وزعت أموال وظل جيبي خالي. عمل الخير لا، ليست هكذا. عمل الخير لما ترسله إلى أكبر عدد من الموتى، العمل الأصلي عندك، وهذه نسخ تذهب إليهم بالضبط مثل عملية الاستنساخ. جهاز فوتوكوبي استنساخ، لما تخلي النسخة مالتك وتستنسخ عليها 1,000,000 نسخة، باقية هي موجودة ولا لا؟ نعم موجودة. فالأصل عندك، وهذه نسخ تذهب إلى الموتى. هذا أولا. وثانيا، كلما أكثرت من الموتى كلما أكثرت من الداعين لك، من المستغفرين لك، من قاضي الذين يقضون حوائجك. اخواني، خلي يصير عندنا علاقة بذلك العالم يا ناس، ترى ذاك مقرنا الأخير، خلي القلب يروح لهناك. فكر بالموتى، فكر بالبرزخ، فكر بذاك العالم، لأن تلك الدار الأبدية الإجبارية.